على الهاتف السيد جمال توسي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السابق. مساء الخير أبو رامي وأهلا وسهلا فيك. أهلا، مساك الله بالرضا أخوي عادل. نرحب فيك الكرام. أهلا وسهلا فيك بعد صمت طويل. سيد جمال، اليوم حسب بحثت عن خبر رسمي بإفادة حول موضوع هل استقلت أم أقلت. حقيقة أنا أعتذر لك لكن لم أجد على وكالة الأنباء الرسمية ولا موقع الاتحاد السعودي أي خبر يفيد بأنك سواء استقلت أو أقلت، يعني ما في شيء رسمي حتى الآن. تعطينا المعلومة الرسمية الصحيحة. لا، حقيقة أنه صدر القرار اليوم من الرئيس العام بقبول الاستقالة وتكليف مجلس إدارة جديد للنادي لمدة 2 سنين. طيب، يعني أنت تقدمت باستقالة سابقة في الأوقات، يعني كانت المعلومات صحيحة بأنك قدمت استقالة؟ والله أنا قدمت استقالة بناء على رغبة سمو الأمير. كيف هذه يا أبو رامي؟ يعني على أساس أنا بلغني بها الأستاذ الشيخ صالح كامل بناء على رغبة سموه أنه على أساس أقدم استقالتي، وبناء عليه إحنا كمجلس إدارة قدمنا استقالاتنا جميعا. يعني كانت الرغبة واضحة وصريحة ولا تلميحات أبو رامي؟ والله كانت واضحة وصريحة من الشيخ صالح كامل لي أنا حقيقة، وأنا أشكره على صراحته المتناهية في هذا الموضوع، وبناء على كلامه احنا قدمنا استقالتنا للرئيس العام لرعاية الشباب نزولا عند رغبة سموه، والحمد لله على كل حال انه هو قبل الاستقالة، ونشكره على اريحيته وقبوله استقالتنا كمجلس إدارة. طيب، ما ذكروا لك اي اسباب ابو رامي حول انه ليش الامير نواف يطلب منك الاستقالة؟ في اسباب معينة ولا فقط مجرد رغبة انه قيلت لك؟ والله الآن ما هو وقتها الآن، ولكن لكل حادث حديث إن شاء الله. هذا وقتها أبو رامي، خلاص أنت طلعت الآن من النادي وما عاد في شيء يتخبى يعني. لا لسه، لأنه لما لسه ما استلمنا ولا سلمنا ولا أي حاجة. إحنا صدر القرار وإن شاء الله يتم الاستلام والتسليم، وإن شاء الله ربنا يختار ما فيه الخير. يعني ما كانت ويوفق الإدارة الجديدة لخدمة النادي، وأتمنى أنه من الجميع أنهم يلتفوا حوالين النادي ويكونوا مع قلبا وقالبا، ولا يكونوا على أساس أنه إيش اختلفوا معاهم وبعدين يصير زي ما صار فينا يصير فيهم. طيب، إذا كان بس اسمح لي سيد جمال، إذا كان الأمير نواف يرغب في أنك أنت تستقيل، لماذا لم يصدر هو قرار؟ لماذا يرسل يعني يشير لك بأنك الاستقالة فقط، يعني من باب الاحترام والتقدير لك، ولا كان ينتظر منك مثلا قرار آخر؟ والله حقيقة يعني هذا شيء راجع لسموه، وأنا أشكره على رغبته. بالنسبة لنا كأعضاء مجلس إدارة يعني نزولا عند رغبة سموه إحنا ما عندنا أي مانع، وهذه خدمة للوطن، ويجب علينا أننا إحنا نحترم رأيه ورأي الشيخ صالح كامل الذي بلغنا برغبة سموه. طيب، أنت تشوف أبو رامي أنك فعلت شيء يستحق أنك تستقيل؟ والله أنا التاريخ يعني يشهد بالنسبة لي أنا كمجلس إدارة من السابق الحمد لله حققنا إنجازات عدة. حققنا المركز الثالث في دوري زين، وحققنا الحمد لله كأس ولي العهد منذ 43 عام المركز الثاني، وحققنا المركز الرابع في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلنا المملكة خارجيا مرتين في البطولة العربية، وهذا أكبر دليل. ما بقى علينا غير المركز الأول، وإن شاء الله الإدارة الجاية دي إن شاء الله هي اللي تحقق المركز الأول. كيف أوضاع النادي الآن بعد ما تركته؟ أنت بتسلمه في وضع جيد ولا بتسلمه في وضع متهالك؟ والله إحنا النادي في وضع جيد بالنسبة له من الناحية الفنية والإدارية وكل حاجة، وما ينقص إلا الدعم المادي. فإن شاء الله ربنا يوفق الإدارة الموجودة ويوفق رئيس أعضاء الشرف وأعضاء الشرف في دعم النادي ماديا، لأنه من غير المادة لا يمكن النادي أن يخطو خطوة للأمام بكل أمانة. طيب، يجب أن يكون في دعم قوي للنادي من أجل المحافظة والعودة مرة أخرى لدوري زين إن شاء الله. تشعر بأنك أبو رامي بعد كل الإنجازات اللي سردتها أنت بأنك ظلمت بمثل هذا القرار وأنك ما أنصفت؟ أنا أعتبر نفسي أنا فخور بما أنجزته، وما أعتبر بالنسبة لي أن كلمة ظلمت هذه. أنا الحمد لله أديت اللي علي وأنا مرضي ضميري، والحمد لله على كل حال. وهذه
شرف لي اني اخدم مكه المكرمه واخدم نادي الوحده. اسال الله لهم التوفيق ان شاء الله. نعم. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. متى راح تقول كل شيء يا ابو رامي؟ نعم. متى راح تقول كل شيء؟ متى راح تكشف كل شيء؟ وش الوقت المناسب بالنسبه لك؟ متى يعني؟ ان شاء الله ربنا كريم، الله يختار ما فيه الخير، اذا جاء الوقت المناسب ان شاء الله يكون كل شيء. طيب. لكل حادث حديث. شكرا لك سيد جمال توسي رئيس مجلس اداره نادي الوحده.